تحية لكم كاملين. والله إن شاء الله يجمع كلمتنا ويوحدها من أجل الغاية المنشودة اللي ينشدها كافة الشعب الصحراوي، وهي الاستقلال على كامل التراب الوطني غير منقوص ولا مشرذم. إن شاء الله إنه على كل شيء قدير. تحية لكم، ومن خلالكم تحية لكل الصحراويين والصحراويات أينما تواجدوا. الحقيقة عرجت بينا على ذكرى أناس هم أعلام في مسيرة النضال. الأخ مويزمها ويسكنها فسيح جنان إن شاء الله، ويواليها خير أفعالها إن شاء الله، هي وجميع موتانا وشهداء الشعب الصحراوي بإذن الله. الحقيقة هم أعلام في هذه المسيرة، وهم منابر هذه الطريق اللي وعد الاستقلال. الحقيقة هم ناس ضحوا بكل ما تحمل كلمة بمعنى من التضحية. أنا المرحومة قد تجبرتها نوبتين والله ثلاثة، بحكم أنها كانت مسجونة مع الخالة، وكانت دائما تتواصل معها وتجيها ونجبرها في الدار. يشهد لها بدماثة الأخلاق، إنسانة متواضعة، فيها كل شمائل وصفات الصحراوية الأبية، اللي عارفة شاغية وعارفة الهدف اللي راسمته ومنين قايسة بيه ومنين اللي تلحق. الحقيقة هماتي انقبضوا صغارات. النظام المخزني طاح للدمية ذيك الساعة، اللي ما دخل في التحالف معاه إلا يا إما يبيدوا وإما يعتقلوا، ومن ضمنهم هي ومن ضمنهم الخالة انقبضوا صغارات. وأكثر ما يؤلم في المسألة بالنسبة بعد الخالة عندي أنا قاعد عنه، أكثر ما يؤلمهم إنهم انقبضوا. هي ما هي لا هي وحدها، معها وحدات انقبضوا صغارات، ونيفاتوا لين مرقوا تجاوزهم سن الإنجاب، وتلك عقوبة ما بعدها عقوبة. ما يمكن أنها جبر الضرر فيها بأي حالة من الحالات، ولو يجمعوا لك كنوز العالم كاملة عطالك ما تقدر تجبر لك ذاك الضرر، لأنه الضرر جسيم وحيف ما بعده حيف. وانقبضوا كيف ما قلت لك صغارات مازالوا في ريعان شبابهم، وسيقوا إلى سجن يعتبر بالمنظور الإنساني هو أكثر منه زريبة، حسب ما ترد علينا الخالة مرة أكثر ما هو زريبة عن هو مكان لائق قد يعودوا فيه أدميين. هو كان وأن يكرموا، يجبوا أنهم ينعطى لهم الحيز الأوسع والأشمل من نطرقوا لسيراتهم الذاتية، لأنهم هماتي نفقوا في صمت وضحاوا في صمت. من واجب نحن على أن نبشوا عن الذاكرة ونعطوهم قدرهم ونعطوهم قيمتهم، ونتموا نخصوا لهم مجال، لأنه الذاكرة الصحراوية هي راهي لا سردته لا شفاهية. معنى ذاك أنه يجب التركيز عليهم هما كمنابر وكمصابيح
تنير ذا الدرب لذا الشعب إلى يلحق يتموا ينذكروا ويتموا ينذكروا للأولاد، والأولاد يذكروهم الأحفاد، لكي لا ينقطع ذكرهم، ولكي يعرف الشعب الصحراوي اللي جاي منه اللي الفعل باش الحق هو ذيك القيمة، وباش الحق ذا الاستقلال اللي إن شاء الله يدور إليه يجبر بإذن الله. يعرف من هذه الناس اللي ضحات إلي ينعم هو بالاستقلال، وينعم بالرفاهية، وينعم في ظل دولة مستقلة ينقال لها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. يعرف ذي الأشخاص اللي يخاض من فوقهم باش يلحق هو السبيل اللي ضحاوا فيه، والأيام الحالكة اللي عاشوا، والمآسي اللي تعرضوا لها، باش يعرف قيمة ذا الاستقلال وقيمة هاي الدولة مستقبلا بإذن الله. والحقيقة مهما يقول لي إنسان تخونه العبارات وتخونه الكلمات باش يعبر عن اللي اعطاه ذو النساء وذو الرجال اللي انسجنوا ظلما وعدوانا، لا لشي ينظار فيهم، ما هم انهم قالوا يدوروا يعيشوا احرار، ويدوروا يعيشوا الشعب حر فوق ارضه، لا سيد ولا مرؤوس عليهم الا الله من فوقهم والدولة الصحراوية وتوف. لا ذا علاش نحبسوا ظلما وعدوانا. والحقيقة الله يرحمها إن شاء الله، ووسع لها ويسكنها إن شاء الله فسيح جنانه، ويجعلها مع النبيين والصديقين والشهداء، وليس على الله إن شاء الله يحقق أنها تلحق ذيك المرتبة بإذن الله. والله يرحمها إن شاء الله، ويطرح زاد البركة، ويطرح بركتها إن شاء الله، وتربيتها فيسلموا بإذن الله. والله يجعل خير خلف لخير سلف إن شاء الله. ومايك فري، وشكرا جزيلا.